السلام عليكم يا جماعه. النهارده عايزين نعمل لكم بقى كيكه الذره. هي اسمها بسيسه بدقيق الذره، بس بصي عاملاها جميله بقى على طريقه والدتي الله يرحمها. جميله حاجه كده تفطري بيها الصبح مع كوبايه شاي بلبن كده، نغير شويه. وحاجه بقى اقتصاديه كده مش مكلفه، وحاجه طعمها جميل. طبعا البسله اللي يعرفها ان هي لازم تكون مرمله شويه، يعني ايه، مش زي الكيكه. تعالوا بقى على المقادير كده. نوصل لحد هنا يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. معايا 3 بيضات، عليهم 1 فانيليا، وعليهم نص كوبايه سكر. طبعا السكر ده على حسب ما انت عايزه. انا بقلي يا جماعه السكر عشان عندنا في مشكله في البيت، عندنا في السكر، مش مشكله في السعر بتاعه، لا. عندنا سكر وراثه. وعندي نص كوبايه سمنه على زيت او زبده على زيت، واضربهم كلهم بقى ببعض كويس قوي عشان ادوب السكر. يعني السكر ده حطيه على حسب احتياج انت حطي نص كوبايه، حطي كوبايه، عايزاها مسكره حطي كوبايه. السكر بتاعي ما تمشيش على مقاديري انا، يعني هي المفروض تحط لها بالظبط يعني كوبايه الا ربع سكر عشان تبقى مسكره. قلبيه كويس قوي قوي بقى. وبعد كده هجيب كوبايتين من دقيق الذره اللي هي اسمه دقيق البسيسه. تروح عند العلاف كده تقول عايزه دقيق ذره او دقيق بسيسه، وعليهم نفس كوبايه واحده، يبقى كوبايتين من دقيق البسيسه وكوبايه دقيق وواحد بيكنج باودر، وقلبيهم كويس. طبعا ما جاش ذره الملح، حطيت ذره ملح. قلبيهم بقى كويس في بعض كده. بعد كده بقى هاتي البيض، الثلاث بيضات اللي انت حطيتيهم، وواحد فانيليا ونص كوبايه السمنه ونص كوبايه السكر. حطي عليهم كوبايه لبن، قلبيهم كويس قوي. بس هي يا جماعه تاخد كوبايه الا ربع سكر. انا بقول لكم عشان ما تعملوهاش دلعه وتقولي انا اللي قلت لكم على المقادير، لا، كتروا، اعملي السكر اللي انت عايزاه. وهضيف بقى الدقيق حبه حبه كده عشان هو اصلا تقيل شويه دقيق الذره، بس هو ملوش عرق. يعني حتى البسيسه تلاقيها مفروله شويه بس بيبقى طعمها خطير طبعا. وساعات بعملها بالعسل الاسمر تحفه. قلبي بقى المكونات كويس قوي، بس مش تجودي يعني فيها قوي، تقلبتين كده شمال ويمين كده. اول ما الدقيق وكله اتكنس مع السائل خلاص حطي بقيته بقى. حطيت بقيته كله، بحطه عشان ما يكلكعش بس. نزلت بقيت. هي خدت كوبايتين، الكميه المقادير اللي انا حاططها بالظبط، ما احتاجتش اي حاجه تانية. خدت كوبايتين دقيق الذره وخدت كوبايه دقيق عادي، وهي كده سمكها حلو قوي. هاتي بقى الصينيه بتاعتك لو كنت عايزاها عاليه قوي. بصي يا جماعه، الكيكه او البسيسه او اي حاجه على حسب ما انت عايزه العلو بتاعها، لان انت نصها، نص الصينيه يملى الصينيه، تلتها يملى ايه الصينيه الا ربع كده. انا بحبها مش عاليه قوي البسيسه بالزيت. جبت بقى الصينيه اللي هي الوسط، مش الصغيره ولا الكبيره. حطيت حبه زيت على زبده كده ومعلقه دقيق، يعني الكفر اللي بتعمليه اي صينيه كيكه عاديه يعني. ودايما يدور كده. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام يا رب. حط بقى نص معلقه دقيق، عفريها كده بدقيق، وبعدين صب السائل بتاعك. حطيها بقى على الرف الاوسط درجه حراره 180. كل حاجات كل المخبوزات كلها الرف الاوسط درجه حراره 180. انما المشويات بقى لا، المشويات تحطيها تحت الشوايه على طول عشان ما تمصش منك. جيب بقى السائل افضيه. طبعا الحاجات دي بتبقى حلوه قوي في الشتاء، تقومي الصبح كده مع كوبايه شاي لما تاخدي لك قطعه وتفطري بيها. يعني حاولوا تعملوا الحاجات دي في البيت بدل ما تشتروها من بره بمبلغ وتوفروا كتير قوي. ما تكسلوش، يعني عشان اللي عندهم اولاد بيكسلوا وبيشتروا حاجات كتير قوي من بره. وانت بتشتري حاجات الشهر هاتي الحاجات دي معاكي، هاتي 3 كيلو دقيق حطيهم في البيت،
هاتي البيكنج باودر، هاتي الفانيليا، من ضمن الحاجات اللي بيجيبيها للبيت. كده صبيت السائل كله. لما بقى بتيجي تعملي الحاجه بتلاقيها موجوده في البيت، عشان بس ما يبقاش فيها فراغات كتيره. بهزها بس شويه وخلاص، وادخلها بقى الفرن. بصي لما طلعت، طبعا هي لما طلعت انا عملتها الصبح، زوجي كان رايح الشغل، خد قطعه مع كوبايه لبن وفطر منها قبل ما اصورها. دي العادي بتاعي، اول ما بيصحوا على طول يقولوا لي بعمل حاجه في المطبخ، لان انا ببقى صاحيه بدري، او ببقى مثلا صحيت الساعه 5 4 بالليل وقعدت للصبح. بصي بقى القطعه عامله ازاي، حاجه كده جميله، حاجه اللهم بارك كده، تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.